اللي ينجح هنا هينجح في بلد تانية، وعويل بلده عويل بلاد الناس. هيرجع يقول طيب خلاص أنا هقعد الكام سنة دول وأفتح بيزنس هناك. هل لو أنت فتحت بيزنس هناك هتقدر تدخل المنافسة دي؟ طيب ومين قال إن مفيش منافسة في مصر؟ هقول لك في منافسة في مصر، بس أنت تقدر تدخل المجال من مكان صغير لحد ما توصل لمرحلة بعيدة. هتقول لي لا ده أنت بتقول أي كلام، في كام ألف ولا كام مليون واحد بدأوا بمشاريع وفشلوا وخسروا كل فلوسهم. هقول لك قاعدة 1% ثابتة ما بتتغيرش، سواء هنا أو في أي مكان في العالم. 1% هو اللي بينجح. 1% أغنياء العالم، 1% المشاريع اللي بتستمر لأطول فترة ممكنة. فبالتالي سواء انك انت عملت بيزنس هنا او عملت بيزنس في بلد تانية، القاعدة ثابتة ما بتتغيرش. فانت لو بتفكر انك انت تفتح بيزنس، ما تفكرش ان البلد هي العائق، الا في حالة واحدة: لو كنت في مجال تكنولوجي عالي البلد ما تقدرش ان هي تستوعبه، او في مجال محتاج بحث علمي عالي، ففي بعض الدول اللي بتدي لك مجال وتصرف عليك وتمول البحث العلمي بتاعك، وده مش هتلاقيه هنا. الاختلاف الوحيد لصاحب الاعمال هو عقليته هو. اللي ينجح هنا هينجح في بلد تانية، وعويل بلده عويل بلاد الناس. أكبر مثال على كده، شوف كام شركة في مصر في السنين الأخيرة، واعمل الإحصاء ده بنفسك، توسعت ودخلت في السوق العربي والسوق الأجنبي والسوق الأوروبي.